اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يلا برجر، احنا طبعا في رمضان، كل عام وانتم بخير. يلا نحب نعمل برجر، نعمل برجر الدجاج. يلا نشوف المكونات والمقادير بمنتهى الجمال. بصوا، الكابوتشا والبصل والفلفل والبرجر الدجاج بتاعنا حاجه تجنن. يلا نشوف المكونات والمقادير. يلا بينا نعمل سندوتشات البرجر، بس برجر البانيه. معايا هنا دول يعتبر بصلتين، لاني عندي كانت كده مقسومه، فجيت عامله 3 صغيرين. بصلتين حلوين. على هعمل كيلو من صدور البانيه اهو كده. نفرم البصل الاول. معايا كده دول 3 حبايات من الفلفل، قرنين فلفل اللي هو البلدي الاحمر البلدي، منه اخضر برضو نفرمهم مع البصل، وقرن من اللي هو الرومي الحلو ده اهو. ومعايا ده قرن سبايسي كده للي بحبها سبايسي سنة. ونحط كل ده في الكبة معانا هنا ونفرمهم. بصوا كده فرمنا كل الفلفل بتاعنا، ننزله. هنخليه بقى في البولة معايا هنا، ونبتدي نقطع البانيه بتاعنا اهو بالشكل ده كده. ونحطه في الكبة اهو كده، ونفرم شوية بشوية. بصوا كده اهو، فرمنا الكفتة بتاعتنا اللي بتاعت البانيه اهي بالشكل. هنزل بيها على الفلفل اهي. هنكمل كل الكمية اللي باقي اللي معانا ونشوفها مع بعض. بصوا كده معايا، هنزل بمعلقة كبيرة من الملح بعد ما فرمنا كل كمية الفراخ بتاعتنا. دي خلطة فراخ باللوز ميري، ودي بابريكا، كركم وكاري وبصل بودر وتوم بودر، ودي بابريكا وفلفل اسود. كل الخلطه دي هننزل بيها كده ونقلبها. بس انا معايا هنا طبق اكبر شويه هنقل فيه اهو كده. ومعايا هنا برضو البقسماط، زي 4 أو 5 معالق كبار من البقسماط على قد ما تمسك معايا. هنشوفها دلوقتي بنقلب. انا دول 4 معالق كبار من البقسماط ده اهي. بصوا كده خلصنا كل الكميه بتاعتنا. الكفته ممكن نعملها كفته وممكن نعملها برجر، بس انا هعملها برجر بسندوتشات. معايا هنا شويه زيت، ومعايا هنا دي الصينيه دهنتها زيت. وهدهن ايدي كده زيت، ونبتدي نشكل البرجر بتاعنا اهي. نلفها كوره الاول وكده اهي. انا بخلي سمكها برضو رفيع شويه عشان تستوي معايا وتبقى حلوه اهي بالشكل ده كده. انا كمان انا زودت كمان 4 معالق على كيلو البانيه. خد 8 معالق من البقسماط. انا زودت كمان 4 معالق كبار، يبقى خدنا 8 معالق كبار اهي بالشكل ده كده اهي. نكمل بقيه الكميه ونشوف. بصوا كده ادي البرجر البانيه بتاعنا. هنبتدي بقى نحمر. ادحنا الزيت معايا اهو سخن كويس اهو. نحمره كده. بصوا لما طلع البرجر بتاعنا اول ما حمرناه، بصوا الشكل ده عامل ازاي، تحفه اهو. هنكمل بقى بقيه الكميه بنفس الطريقه كده. الجمال بتاعنا ادينا بنحشي اهو. عملنا برضو الطماطم والخيار والكابوتشا اهيت. نحط برضو فوق السندوتشات بتاعتنا بالشكل ده كده اهو كده. نعمل كمان واحد، نحط الكاتشب، نحط الفلفل والطماطم والبصل، ونحط البرجر، ونحط قطعة برضو من الكابوتشا.
نكمل الكميه كلها بنفس الطريقه ونشوفها مع بعض. بصوا كده خلصنا السندوتشات بتاعتنا بالشكل ده اهي، وشايفين الجمال بتاعنا. بصوا الساندوتش عامل ازاي، يشهي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل